في الاخر خلاص أزمة ربع العمر مش لخبطة وبس، دي خوف انك تعيش عمر مش شبهك، خوف انك تختار غلط وتفضل شايل القرار ده سنين، خوف ان الوقت بيعدي وانت لسه بتسأل نفسك هو ده مكاني. في ناس اتعلمت تمشي مع التيار عشان الاحساس بالضياع كان تقيل، واتعلمت تكمل حتى وهي مش مرتاح، لان انك توقف كان اخوف من الغلط. بس النهاردة انت مش مطالب منك تكون عارف كل حاجة، مش مطلوب منك خطة كاملة ولا اجابة لكل سؤال، مطلوب منك حاجة واحدة بس، انك ما تخونش الاحساس اللي جواك. لو حاسس انك متأخر افتكر ان في ناس كتير وصلت بدري بس وصلت لحياة مش بتاعتها. ازمة ربع العمر مش معناها انك تايه، معناها انك صاحي، والصحيان بيقلق بس بيقربك من نفسك. الحياة مش بتتغير بقرارات كبيرة فجأة، بتتغير بخطوة صادقة، اختيار واحد نابع منك، مش من خوف ولا مقارنة ولا ضغط. الخبر الحلو ان الطريق مش بيبان كله مرة واحدة، هو بيبان خطوة خطوة لما تبقى صادق مع نفسك. لو الحلقة دي لمست حاجة جواك انت مش لوحدك، عمرك ما كنت لوحدك. كان معاكم مريض نفسي، واشوفكم الحلقة الجاية.